او مش البديل، اللي هو الراجل الاساسي اللي اصلا بيلعب بشكل اساسي، اللي هو احمد عبد الظاهر. فانا ما عنديش مشكله، وارد كنت انا يبقى عندي مشكله لو احمد عبد الظاهر مش موجود، فاقول طب العب بقى السيد حمدي ولا عماد متعب؟ لا، عماد متعب اقوى. نعم. حتى لو هو بعيد وراجع بفورمه كويسه. لكن في الحاله اللي انا واحرز هدف في مباراه الداخليه الاخيره اكيد. لكن في الحاله اللي انا فيها بشوف احمد عبد الظاهر مفيش خلاف عليه، بشوف وليد سليمان مفيش خلاف عليه، بشوف عبد الله السعيد مفيش خلاف عليه. الخلاف الوحيد في ابو تريكه من وجهه نظري. انا وجهه نظري انه يلعب بتريزيجيه ويقلب الطريقه ل 4-3-2-1. 4-3-2-1 يامن نص الملعب بثلاث لعيبه ديفندرات يعني ما حدش بيلعب على الطرف. ولا هقول لك ازاي. يعني حسام عاشور ده طبعا رمانه الميزان، واقف. شهاب وتريزيجيه العب بيهم على الاطراف جنب حسام عاشور. ازاي؟ اشوف مين الاخطر. اصل انا في مشكله كبيره، سيد معوض لوحده مش هيقدر على تلسجولي ده، راجل سريع جدا ورزل، يعني بيضرب وخلي بالك وقوي وبتاع. فانا لو حطيت له واحد زي تريزيجيه لعيب صغير وبلغه الكره كده يتمرمط يجري يتزحلق ويدافع ويهاجم، يروح يمين ويروح شمال، ويروح شمال ويروح يمين. فهنا انا النهارده بتقل الجبهه دي وبقفل عليهم جبهه مهمه. وعندي تريزيجيه من السن الصغير انه يقدر لما يقطع الكوره يكمل مع وليد سليمان ومع عبد الله السعيد تحت عبد الظاهر. نعم. فدي رؤيه فنيه ان انا اقفل الملعب بس حتى في ال 45 دقيقه الاولى، وبعد كده اشوف الدنيا وبعد كده اشوف الدنيا عامله ازاي. على الرغم يا كابتن من اللي حضرتك الكلام اللي حضرتك قلته او اللي انا اتكلمت معاك فيه وكنت متفق معايا فيه، ان المباراه اللي هناك هتكون اسهل من المباراه هنا. هي مباراه صعبه ولكنها هتكون اسهل من المباراه هنا. اسهل في حاله لو انت لعيبتك فايقه. ما انت النهارده انت لما رحت اورلاندو المباراه الاخيره انت كنت عايز ايه؟ كنت عايز التعادل. نعم. توصل اول. لا بس كان ممكن يخش فيك 3-4 اهداف. بالظبط. ليه بقى يا كابتن اسلام؟ لان حاله لعيبتك سيئه جدا. نعم. انا عمري ما شفت حاله لابو تريكه وعبد الله السعيد تحديدا يوم الماتش ده ورامي ربيعه وشهاب بالسوق ده، لدرجه ان الكابتن محمد يوسف جاب رامي ربيعه من الديفندر حطه باك رايت ودخل احمد فتحي جوه ما مشيتش، راح داخل مرجع تاني رامي ربيعه سرد باك ونزل سعد الدين سمير ما مشيتش، راح مطلع تاني يعني كان في حاله سيئه ما تعرفش تخرج مين ولا مين. نعم. فالنهارده حاله اللاعبين هي اللي بتخليك تحكم على فريق النادي الاهلي.